لانه ما كاينش شي حاجه سميتها السنه الامازيغيه. هذه اسطوره صهيونيه خطيره ادخل فيها الكثيرون. يعني ما هي 2975 التي تروج وتقدم بشانها التحايا والتهنئات؟ انتصار فرعون على فرعون. هذه فضيحه علميه، هذه فضيحه علميه، وهذا تخصصنا. وتناولت في مقالة أنثروبولوجيا من المنظور العلمي البحث ماذا تعني ما يسمى بالسنة الأمازيغية، وهي سنة فلاحية يحتفل بها إمازيغ والعرب، وهي ثقافة زراعية ليس في المغرب وحسب وليس في الأقطار المغاربية وحسب، وإنما هي ثقافة على نحو ما في حوض البحر الأبيض المتوسط. ما هي 2975؟ هي 950 زائد 2025، 950 قبل الميلاد زائد 2025 ميلادية أي بعد الميلاد تساوي 2975. وهم يقولون يزعمون كذبا وبهتانا وتزويرا للتاريخ وأسطرة لها أنه في 950 قبل الميلاد انتصر الفرعون الأمازيغي شيشنق أو شيشنوك، الملك شيشنوك، على الفرعون القبطي رمسيس الثالث. والحال أن رمسيس الثالث مات وشبع موت منذ 1220 قبل الميلاد، وهو ولد في 1300 قبل الميلاد وتوفي 1220 قبل الميلاد وعمره 80 سنة. فهل نهض من القبر ليقتتل يقتل الفرعون الأمازيغي الفرعون القبطي؟ هذه فضيحة علمية انساق وانقاد وراءها الكثيرون، وللأسف أن حتى الجانب الرسمي لاعتبارات التي قد نناقشها، ولكن انقادوا وراء خرافة.